احتياجات كل شخص مختلفة عن التاني، لكن جه عالم نفس أمريكي اسمه ماسلو سنة 1943 وحط هرم من الاحتياجات البشرية أو هرم ماسلو. النهاردة هنتكلم على ازاي نستخدم هذا الهرم وهذه الفكرة في ان احنا نساعد مرضى الروماتيزم كأسر وكأصدقاء وكمقدمين خدمة طبية، ان احنا نساعدهم في تلبية احتياجاتهم. النهاردة هنتكلم على هرم ماسلو لمرضى الروماتيزم. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. ماسلو عالم نفس امريكي جه سنة 1943 وقسم احتياجات البشر الى 5 مستويات. المستوى الاول الاحتياجات الفسيولوجية، الحاجات اللي مفيش بني ادم يستغنى عنها، زي الاكل والشرب والعلاقات الحميمة وكمان الاخراج، الوظائف الفسيولوجية اللي اي بني ادم لازم يعملها عشان يعيش، ودي طبعا اساسية لكل البشر، مرضى روماتيزم او غير مرضى روماتيزم. المستوى الثاني ده مستوى الأمان، أمان على الصحة، أمان على الجسم، أمان على البيت، وأمان على الوظيفة، وأمان أسري، كل وسائل الأمان. وده طبعا برضو مهم جدا لمرضى الروماتيزم لأن بيبقى عندهم دايما إحساس بالخوف. المستوى الثالث بنسميه المستوى الاجتماعي، اللي هو الأصدقاء والعلاقات والمؤسسة الاجتماعية بصفة عامة زي الأسرة. المستوى الرابع وهو التقدير، خدوا بالكم من الكلمة دي قوي، يعني المكانة، الهيبة، التقدير، الكلمة الحلوة على كل حاجة بيعملها أو بتعملها مريضة الروماتيزم. المستوى الخامس تحقيق الذات، وده أعلى مستوى، يعني الإبداع، الإنجاز، قدرة على الإنجاز. لازم تبقوا عارفين إن المستويات دي مش شرط الواحد يطلع من مستوى لمستوى، بس ساعات المرضى بيتخلوا عن مستوى وينزلوا للي قبله. بمعنى كتير من مرضى الروماتيزم وبالذات مريضات الروماتويد بالذات الأمهات يستغنى عن مستوى تحقيق الذات ومستوى التقدير ويتوقف عند المستوى الاجتماعي، ويبقى أهم حاجة عنده ولاده وعلاقاته وأسرته. وبالعكس ممكن كمان ينخفض المستوى ده إلى مستوى الأمان، إنه بس يبقى في أمان ويبقى عايش دايما بيدور على الأمان وعنده خوف مستمر. وممكن حتى ده يتخلى عنه ويبقى الاحتياجات الأساسية هي المشكلة. عشان كده مهم قوي كل بيت فيه مريضة روماتيزم أو مريض روماتويد يبقى فاهم الاحتياجات دي، ودايما يلبي الاحتياجات الأساسية ويساعد المريض في إنه يقدر يتحكم في غذائه ويتحكم في شربه، ونقول له دايما أنت بتعمل شغل كويس في الموضوع ده. نمرة 2 لازم تحاولوا تحسسوهم بأمان، ونرجع لفيديوهات الخوف بمختلف أنواعه. لازم كمان العلاقات تبقى وطيدة ويبقى في وقت للأسرة، ونحاول ان احنا نساعدهم ان هم يستمروا في ود الأهل وفي صلة الرحم. المستوى الرابع بتاع التقدير ده اتكلمنا فيه في فيديوهات كتيرة قوي، منه المودة ومنه شريك الحياة، ولازم ترجعوا للفيديوهات دي لأن فيها تلبية لاحتياجات مريض الروماتيزم. المرحلة الخامسة دي أنا أعتقد إن المريض بيوصل لها لما كل الاحتياجات الأخرى نلبيها له ونساعده في تحقيقها. وعشان كده بيبقى مهم أقول لكم إن الاحتياجات دي نقدر نحققها كلها بمساعدة خفيفة وبتعاون، لأننا لو اعتبرنا المرض الروماتيزمي وحش لازم تعرفوا إن بدل ما نحاربه ممكن جدا نتعايش معاه، بس لو احنا ايدين واحدة والعلاج في دكتور، في مريض ملتزم، في أسرة داعمة، وفي أصدقاء كمان بيقولوا لنا كل حاجة تساعدنا. ودمتم سالمين.